في الموجودين قال عنبره في ايه؟ كل واحد عنده وجعه، كل واحد عنده وجع حاليا في عنبره، اللي عنده اي بي واللي عنده نيوكاسل واللي عنده جمبور واللي عنده انفلونزا، وكل واحد عنده حاجه. معانا بيرد علينا في المشكله بتاعه الفيروسات دكتور محمد سيف مدير المعمل المرجعي بجمصة، هو من اقدر الناس اللي هيعرفوا يكلمونا عن الفيروسات، وان شاء الله كلامه هيبقى مفيد لينا، وبنتمنى ان احنا نسمعه كويس. دكتور محمد سيف شرفتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بنشكر الاتحاد والجمعيه على اللقاء الجميل، وقبل ما اشكرهم بشكر حضراتكم على الحضور. يعني لقائنا دايما مع المربيين هو ده الاهم. انا يهمني بس القاعه كلها عشان تعرف مشكلتنا ايه في صناعه الدواجن في مصر. تبصوا عليا وانا بعمل كده، كل واحد يا ريت يشاور بصباعه ويعمل كده. معلش خدوني على قد عقلي، اعمل كده. ده صباع الاتهام. احنا الصناعه الوحيده اللي كل قطاع فيها بيشاور على اللي قدامه ويقول له انت السبب في المشكله اللي انا فيها. محدش خد باله ان انا وانا بشاور على حضرتك ان في 3 صوابع تانيين بيشاوروا عليا انا. ال3 صوابع دول ان انا مشارك معاك في الجنايه اللي انت واقع فيها، مش انت لوحدك. الصباع الثاني ان انا انكرت ان انا عندي مشكله. الصباع الثالث ان انا رميت الكره عليك. فلازم كل واحد فينا، مربي، مشرف، شركات، اعلاف، كل الصناعه كامله تعرف ان انت زي ما بتتهم غيرك انت مشارك في هذا الاتهام. نقول مشاكلنا كتير، عندنا ايه في مصر من الفيروسات والامراض ومختلفه. مصر بلد مضيافه. زمان كان في سواح بيجوا لنا مصر، السواح انقطعوا فالامراض دخلت مكان السواح. لغايه لما السياحه ترجع الامراض هتفضل موجوده. الجميع عارف عندنا ايه في مصر، نيوكاسل اشكاله وانواعه، جمبوره موجود، انفلونزا موجوده، اي بي موجود، حتى الاتش 5 ان 8 اللي عزلناه من الطيور المهاجره، ومع ذلك لسه مزارعنا الحمد لله دلوقتي مستقره، لكن ما نضمنش. لكن يبقى السؤال، مشاكلنا دي نتيجه ايه؟ مشاكل من الدكتور اللي بيشرف عليك ممكن، قد يكون قليل الخبره، قد يكون الامور التبست عليه في التشخيص. حضرتك دكتور البطنه والصدر خاص لك تشخيص، تروح لزميل اخر يشخص ثاني. كل واحد فيه على فكره عنده حق. الاعراض والصفه التشريحيه بتتشابه، لكن لما يجي يقول لك الدكتور روح اعمل لي اشعه وتحاليل، بتروح عشان ترتبط بالتشخيص المعملي في خلال 2 3 يوم 2 بالكتير نعرف مشكلتنا ايه. طب يا دكتور انا هعرف، انا ايه اهميه ان انا اعرف؟ ما المصيبه حصلت. جميل، المصيبه حصلت، يا نلحقها ونقلل خسائرنا، يا الدوره اللي جايه احنا عرفنا مشكلتنا ايه، ناخد احتياطاتنا بالكلام اللي الناس بتزهق منه. الامن الحيوي، هل الامن الحيوي تطهير وفقط؟ لا، التطهير يا ساده يا كرام 20% من الامن الحيوي. الامن الحيوي حاجات كتير. كام واحد هنا بيستعمل ميه طرمبه وميه بير؟ يا ريت نرفع ايدينا كده لميه الطرمبات. كام واحد من حضراتكم فكر يحلل الميه اللي مطلعها من بطن الارض دي فيها ايه؟ فيها ميكروبات بالما شاء الله. احنا بدل ما بندي للفراخ ميه عشان تبقى تحيا معانا، احنا بنعييها بايدينا. حضراتكم بتدي ميه فيها حمل بكتيري عالي، بتاثر لك على اللقاحات اللي انت بتديها، تاثر لك على المضادات الحيويه اللي بتديها، تصرف فلوس على علاجات ولقاحات وبترميها على الارض. ميه فيها نسبه املاح، هندوقها هنلاقيها حلوه لكن فيها نسبه املاح، تاثر لنا على كفاءه المطهر اللي بستعمله، تاثر لي على الدواء اللي بستعمله، ارهق الكليه بتاعت الطائر بالاملاح اللي موجوده، يجي فيروس اي بي خفيف قد كده تلاقي النافع عندك قد كده، وتقولي المشكله عندي في اللقاح بتاع الاي بي. لا، ما انا لازم اشوف المشكله كامله. التشخيص اللي بالتليفون لبعض زمايلنا الاطباء البيطريين بيعملوه وهم مقصرين فيه ما ينفعش. بس حضرتك برضه ما تتهاونش انك تروح للدكتور اللي جنبك وتخليه تجبره انه يحلل لك الميه، يحلل لك العلف، يحلل لك الكتكوت اللي جاي لك عمر يوم، تشوف مناعته واخبارها ايه. هل احنا كلنا موجودين زي بعض؟ ما انا بجيب كتاكيت
ايا كانت المناعه بتاعتها، من امهات مختلفه، ناس كويسه وناس وحشه، المدرس في الفصل عنده طلبه كويسين وطلبه وحشين وطلبه فاشلين، هل هعاملهم كلهم معامله واحده؟ طبعا لا. يبقى لازم اعرف مشاكلي جوه المزرعه ايه. هل انا وانا بربي صرفت شويه في ان انا اعمل مزرعتي كويس، ولا انا اعملها بلوكات طوب وما بعرفش اطهرها؟ ما هو الشقوق اللي موجوده دي هتكرر لي المشكله كل مره، جمبورو هيجي لي كل مره، كوكسيديا هتجي لي كل مره عشان الارض مش متسفله كويس، كوليستريديا موجوده كل مره، نفس المشاكل بتتكرر معانا في كل دوره. ما فكرناش ايه هي المشكله ونحلها. بعض الزملاء حتى وبعض المربيين يقول لك وانا اعمل مثلا اختبار حساسيه للميكوبلازما ليه؟ اللي بتقعد لي 14 يوم في المعمل. لا، اعملها عشان الدوره الجايه يبقى انت عرفت المشكله الميكوبلازما اللي حواليك في مزرعتك، ايه المضاد اللي يشتغل عليه. ما نجتهدش. احنا جربنا الاجتهاد يا جماعه على مدى 40 سنه. مربي بيجتهد، طبيب بيطري بيجتهد، مشرف بيجتهد، الجميع بيجتهد، واحنا الخسرانين. طب ما نشتغل صح، نحط اجراءاتنا صح، نشوف العلف اللي بناكله هل مظبوط ولا لا، هل في سموم فطريه ولا لا، والسموم نسبتها قد ايه، ونعالجها بايه. السموم انواعها كتير وعلاجاتها مختلفه. البروتين اللي بناكله السليم ولا مش سليم، ونرجع نقول مناعه الطائر فلا تستجيب. المناعه ما هي الا بروتين. هتاكل بروتين مظبوط هتدي مناعه مظبوط. طائر جاي لك اصلا من البدايه ضعيف وتعبان وانت مش عارف المشكله ايه وعمال تدي في مضادات حيويه، يكون المشكله مرض فطري، وانت بتدي المضاد الحيوي بتعمل ازمه زياده وانت فاكر انك بتعالج، لكن انت ما شخصتش المشكله صح. الشاهد من كلامي عشان ما اطولش، يجب ان احنا نشتغل بمنظوم مختلف. يا ريت كل مركز وكل قريه، اولا القريه نعتبرها مزرعه. حضرتك مش مزرعه، حضرتك عنبر تربيه داخل المزرعه الكبيره اللي هي في نطاق القريه بتاعتك 3 4 كيلو. انا بالظبط هم دقيقتين مش مزود يعني. كل قريه تعتبر نفسها مزرعه، تسكنها في خلال الثلاث 4 ايام. ما ينفعش انا اسكن النهارده وجاري يسكن بعد اسبوعين وجاري الثالث بعد شهر. انت مزرعه، انت في هذه القريه مزرعه. الاعمار المختلفه هتضركم كلكم. النافق اللي بطلعه يوميا بدل ما برميه في المصرف والترع ويلف لي وبعد ما اخش الدوره اللي جايه مشكله ترجع لي، لا، نفكر ازاي نتخلص فيه تخلص امن. لو هو كميات صغيره نافق يومي بنعمل الكومبوست، نحط شويه فرشه، نحط لو هو مثلا بتطلع انت ملو جردل نافق، حط عليه ملو 3 جرادل من الفرشه بتاعتك. حط الفرشه 3 جرادل جردل من الفراخ الميته اللي طالعه عندك، وجردل كمان من الفرشه النظيفه، وسيبها في خلال 15 يوم الفراخ هتتحل ويبقى عندك كمان كومبوست تستعمله في الزراعه. وفي نفس الوقت ما رميناش المشكله بره. الامن الحيوي مش مجرد تطهير فقط، ده من اسمه امن وحيوي. الامن انا لما بحط امن بره على القاعه بيحميني هنا من اي حد يخش يقتحم عليا ويبهدلني. في نفس الوقت لو انا عندي مشكله هيطوق لي القاعه بجردون وتبقى مشكلتي داخليه، ما انقلهاش لجاري وجاري ينقلها لجاره وجاره ينقلها لجاره لغايه تخش الدوره الاقي المشكله رجعت لي وهنا اللي مطلعها من عندي. انا مش عايز اطول، اللقاء ممتع وجميل والكلام ممكن ياخد يعني كلام كتير. الدكتوره منى بتقول لي كمل استاذن من اداره المنصه بقى. هو بس يعني هختصر شويه على قد ما اقدر، لان الكلام اللي انا بقوله ده ممكن نقعد فيه 4 5 ساعات. هاخد دقيقتين بالظبط. واحده من الحاجات المهمه الاي بي، الدكتوره منى بتفكرني بيه، ده اساسا نقله ميكانيكي، يعني بينتقل من مكان لمكان. النيوكاسل، حضرتك لو جبت واحد دخلك العنبر وانت عندك نيوكاسل وراح زار جارك بعد كده هينقل له النيوكاسل بكل سهوله. حضرتك وانت رايح تشرح فراخك عند الدكتور اللي انت بتشرف معاه برجاء ما تخشش معاه مكان التشريح، لانك انت زي ما دخلت عم احمد دخل قبليك وعم ابراهيم دخل قبليهم والاثنين عندهم مشاكل. حضرتك بتاخد بقى وانت رايح كده بتاخد مشكله عم احمد معاك وانت راجع وعم ابراهيم وانت راجع، يبقى انت كنت رايح له بشويه اي حاجه بسيطه كده، شويه سموم ولا اي حاجه، راجع بقى بالخير كله، راجع معاك شويه نيوكاسل في شعرك،
شويتين جنب اي بي في ايدك وانت ماشي، فانت داخل على مزرعتك بمشاكل. لا تصر انك تقف على تشريح حاجتك كنت عند الدكتور اللي انت بتشرح عليه. في نفس الوقت امنع الدخول والخروج اللي ملوش لازمه. احد الناس لما بتيجي تتكلم معاها على انك تحط مغطس للقدم تقول لك ما انا حاطط فيه مطهر. المغطس يا ساده انا بقول لكم الوضع الحالي في مصر هو اكبر نائل للامراض. حضرتك عامله غسول للقدم وليس مطهر للقدم. الشوز او الحذاء اللي انت لابسه لازم يبقى نظيف الاول قبل ما تحطه في المغطس. ما ينفعش تبقى داخل بيه رجلك فيها سبله او طينه او وتروح حاطه في المغطس. المطهر اللي انت حاطه فقد قيمته. وفي نفس الوقت هو مش هيعرف يخترق الوسائخ وعدم النظافه اللي حوالين الحذاء ويخش يطهر لك الميكروب اللي انت مدخله في رجلك. يبقى المغطس برضه من الحاجات اللي بنغلط نعملها. يبقى لازم الاول نحط واحد عشان ننظف فيه الحذاء، او نحط كزلق خاص بالمزرعه بتاعتنا. نحط كزلق نظيف اللي يجي لك زياره يلبسه، لكن ما ينفعش يخش ويا دوب بس يحط رجله كده انا كده نظفت نفسي. لا. كان المقترح نقوله الدكتوره منى برضه شاركنا فيه تطوير العنابر التربيه الموجوده. حضراتكم انا عارف برضه الصرف في موضوع التطوير ده ممكن يكون مكلف، لكن مهم لما كل دوره تعمل حضرتك حاجه النهارده تمحر، الدوره اللي بعدها تسبل الارض، الدوره اللي بعدها تركب خلايا تبريد. يا ريت برضه يا دكتوره منى الاتحاد يكون له دور في الحته دي تطوير العنابر، بحيث نقدمها كنوع مثلا من القروض من السلف، نحط لها الصيغه المعينه اللي احنا شايفينها، بحيث نطور المزرعه بدل ما يبقى هو لتعويض المشكله يبقى للوقايه من المشكله. ان احنا نطور مزارعنا، نشجع المزارع المغلقه، نطور خلايا التبريد. الصيف بقى نار والشتاء بقى تلج في مصر، خلاص موضوع حر جه في صيف ده في ممطر شتاء ده ما عادش موجود. الصيف الحر ده ما عادش ينفع فيه غير نظام مغلق ومكيف او يعني خلايا التبريد موجوده فيه. الشتاء نفس الحكايه، التدفئه مهمه. انا ما يهمنيش انت باني على ارض زراعيه ولا قانوني ولا لا، انا يهمني تشتغل صح. وهنا انا يهمني ان احنا يبقى في عندنا رخص تشغيل امن حيوي للمكان ايا كان وضعك القانوني. انت بتبقى باني مخالف لكن الكهرباء بتيجي تاخد منك فلوس كهرباء والميه بتحاسبك على الميه اللي انت بتسحبها في عماراتنا وشققنا كلنا. نفس الشيء انا ما يهمنيش الوضع القانوني بتاعك ايه، لكن يهمني تشتغل صح. ما دام ارتضيت انك تكون جزء من منظومه كبيره وهي صناعه الدواجن، من اول اللي بيربي 100 و200 و500 لغايه اللي بيربي الافات، فلازم كلنا نبقى قلبنا على قلب بعض. ما ينفعش واحد يبقى شغال هو شغال مربي مثلا بياض او امهات واروح انا حاطط قدامه عنبر تسمين. طب ازاي؟ ما ينفعش انا اسكن النهارده وجاري يسكن بعد 15 يوم عشان الحق فرق السعر، برضه ما ينفعش. يا ريت الفكره اللي قالتها دكتوره منى، التعاونيات وكل مركز يلم بعض وكل قريه نعتبرها كحيز جغرافي وبائي واحد، كل قريه 3 كيلو حوالين بعض، دي كلها مزرعه متعدده العنابر متعدده اصحاب العنابر، لكن هي كلها مزرعه. نحط لها برنامج وقائي بناء على المشكله الوبائيه اللي موجوده في المنطقه، نحط لها برنامج علاجي، يبقى في شركات لتسويق المنتج نفسه بحيث ان المنتج هو اللي يحدد سعره. احنا الصناعه الوحيده اللي حضرتك بتنتج القميص وبتاع المحل هو اللي بيقول لك انا هاخده بالسعر الفلاني. فبرضه احنا اللي نشغل التسويق، نشغل الجزئيه دي مننا فينا التعاونيات. ترتبط حضرتك بمعمل تشخيص، ما تعتمدش على التليفون، ما تعتمدش على المقص بس، الاعراض بتتشابه. ما ينفعش تقول انا عندي برد، البرد ده انواع واشكال وكل حاجه لها تدخل. لازم نرتبط بمعمل تشخيصي جاد يقدر يقول لي المشكله فين، يلحقها دلوقتي في الدوره دي واقلل الخسائر بتاعتي، يعني على الاقل خلاص الدوره دي اذا كانت راحت يبقى اعوض في الدوره اللي جايه، احط برنامج وقائي صح، اختار تحصيناتي صح، اختار البرنامج العلاجي صح، اعمل برنامج تطهير وتنظيف صح. نقطه مهمه في التنظيف والتطهير عشان الناس برضو بتقول انا بطهر وهم يعني بتقع منهم، سواء مننا كدكاتره او مشرفين او حتى من مربى. المطهر ما بيشتغلش طول ما الارض ناشفه، بمعنى انا طهرت وقلت هسيب العنبر ساعتين 3 لغايه لما المطهر يشتغل وهو اصلا بعد تلت ساعه الارض نشفت. المطهر ما بيشتغلش طول ما الارض ناشفه، لازم الارض تفضل مبلوله طول الفتره بتاعه التماس على السطح، والا المطهر ملوش اي لازمه. انا بصرف فلوس على الارض وما بستفدش بيه.
لازم انظف كويس قوي خطوط الميه، العلافات، السقايات، ومطهر قلوي الاول عشان اهيئ السطح بتاع الحاجات دي كلها انها تستقبل المطهر بتاعي صح. فيما عدا ذلك انا بصرف فلوس وارجع اقول انا مطهر لكن فعليا ما طهرتش. انا عملت لكن ما عملتش. هي السؤال هنا، هل حضرتك انا مش عايز اطول كتير لكن انا هستقبل بقى الاسئله في الاخر. انا معلش انا طولت، انا عارف. انا مش هطول اكتر من كده، هنخلي بقى لو في اي اسئله في الاخر. انا معاكم جدا. شكرا. دكتور محمد سيف، حاجه مهمه جدا حابب اقولها لكم. احنا معظمنا كمربيين ما بيحبوش المحاضرات، ما بيحبش يقعد ويسمع محاضره. والدكتور محمد سيف ما قالش محاضره، الدكتور محمد سيف اتكلم معانا بالبلدي، بس صعب جدا ان هو يلم اللي هو عايز يقوله في مؤتمر زي ده، صعب جدا. فالجمعيه المصريه لمربي الدواجن هتتبنى مشروع ان احنا نتحرك بالدكتور محمد سيف مشكورا، حتى لو احتاجناه نتحرك بيه لكل محافظه، ندي تعليمات وندي توجيهات في مؤتمرات خاصه بالامان الحيوي وازاي ان احنا ما نعانيش بالنسبه اللي هو كان بيشرحه دلوقتي. هنتحرك بالدكتور محمد سيف مشكورا وهو على اتم استعداد. الجمعيه بتتبنى ان هي تستسمح الدكتور محمد سيف بكل محافظه عنده استعداد يلف يدي محاضره مخصوصه، لان صعب جدا ان هو يلم كل الكلام اللي هو عايزه النهارده. شكرا دكتور محمد سيف، الف شكر ليك. انا حابب ننزل من على المنصه